بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل الطحينة النهاردة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، والمكونات متوفرة وهتبقى سهلة معاكي. وهتيجي تحسبيها تلاقي ان انتي بتجيبيها بأسعار سهلة جدا. هيبقى معانا مثلا ب20 جنيه فول سوداني و20 سمسم، كوبايتين دقيق، كوباية زيت او كوباية ونص حسب الكمية اللي انتي هتستخدميها. لو عايزة تضعفي الكمية طبعا هتضعفيها، وهتيجي تدوري تلاقي ان الميزانية بتاعتك للطحينة اللي بتعمليها في البيت اسهل وارخص وانضف كمان، ان انتي بتعملي الحاجة في البيت من اللي هتجيبيها من بره هتلاقيها مكلفة. طبعا اسعار الطحينة الوقت بقت خيال الخيال، والكميات ضعيفة وصغيرة، لكن لو انت عملتها في البيت هتوفري كتير وهتعملي كمية كبيرة وهتستخدميها في البيت لأولادك. هناخد السمسم والفول السوداني وهنحمصهم على الزيت على البوتاجاز كده، من غير طبعا زيت ولا اي حاجة خالص، ان احنا بس بنطير منه كده ريحة الرطوبة، على اساس ان احنا ما بنغيرش اللون بتاعه واحنا بنحمصه. هنديله تقلبتين 3 كده لما نحس ان هو بس سخن معانا، مش هنغير لون السمسم ولا لون الفول زي ما احنا قلنا، مجرد تحميصة كده. وبرضو في نفس القلاية هننزل بكوبايتين الدقيق بتوعنا، برضو نطير منهم الرطوبة ومش هنغير لون الدقيق. والله انتي لو عملت الطحينة في قلب البيت انتي اللي كسبانة، وطريقتها سهلة خالص، وفي وقت قصير هتلاقي ان انتي عملتي كمية الطحينة اللي انتي محتاجاها لاستخداماتك في بيتك. هتلاقي التكاليف حوالي 70 جنيه، مش هيجيبولك اصلا نص كيلو طحينة، لكن انتي لو عملتها في البيت هيتوفر معاكي كمية كبيرة. هناخد الفول السوداني والسمسم وفي المطحنة بقى، وهننعمهم على قد ما نقدر عشان ما يبقاش فيهم حاجة خشنة واحنا بنعمل الطحينة بتاعتنا. هنخليهم زي الدقيق بالظبط. كمان الدقيق بتاعنا هو سيبناه يبرد بعد ما قلبناه على البوتاجاز كده تقلبتين 3، ومعانا كوباية زيت. لو انت عايزة تزودي الزيت وتزودي الكميات زي ما احنا قلنا هنزود. وهنيجي بقى في قلب شفشق الخلاط، وبنضيف الزيت الأول عشان لما نيجي نشغل الخلاط يقلب معانا الدقيق والسمسم بتاعنا والفول السوداني وما يكلكعش. طبعا لو فيه جزء هيبقى ناشف كده في جنب الخلاط هنقلبه بالمعلقة مرة واتنين لحد ما المكونات كلها تتقلب ويا بعضها كويس قوي. بنرجع نضيف بقية الكمية، يعني انا ضفت نص الدقيق ونص السمسم الاول، بلاقي ان الزيت لسه محتاج بقية المكونات، برجع اضيفها لما يوصل معايا للقوام اللي احنا شايفينه ده. وبسم الله ما شاء الله، والله كمية كبيرة. انا هفضها في البرطمانات الوقتي، والبرطمان اللي انا هفض فيه بياخد كيلو عسل. هنفض فيه الطحينة الكيلو العسل زي الكيلو الطحينة. شايفين يا حبايبي؟ هيدولنا بقى كمية بسم الله ما شاء الله، والتكلفة كلها ما خدتش مننا 70 جنيه حتى او 80 جنيه. شوفي لو هتجيبي بقى طحينة هتجيبي ربع كيلو، هتجيبي نص كيلو، مش هيكمل حق النص كيلو. ملينا برطمان من اللي هو الكيلو اهوت، ونص البرطمان التاني، يعني عملنا كيلو ونص طحينة ب70 جنيه. اظن الطريقة سهلة وبسيطة، واحلى طحينة هتعمليها في بيتك وهتوفري في الميزانية، وهتعمليها في البيت بكمية كبيرة وتستخدميها انت او اولادك، وبأحلى طريقة وبأسهل طريقة وبألف صحة وعافية يا رب. والطريقة سهلة وبسيطة وبألف هنا وعافية.